يا مصر يا حبيبتي يا حلوة يا بلادي، كل الهوى انتي وانا حبي مش عادي. مهما تكون حيرتي أعليك يا وطني، وعليك انا غيرتي بسقيها لولادي. الشاعر حاتم عبدين من كفر الشيخ. كفر الشيخ من وجهة نظري هي عبارة عن محافظة زراعية من الدرجة الأولى، وكل اللي فيها زرعوا في الأرض وخرجوا من الأرض. الأرض بيطلع منها كل خير، كل الأنواع، أنواع الفواكه كلها وأنواع المحاصيل كلها. الزراعة أمان للمكان اللي هي فيه، إبداع خلق الله في المنتج أو في الثمرة اللي طالعة أو في النبات اللي طالع. أظن إن ده انعكس بالإيجاب على البني آدم اللي هو موجود جوه كفر الشيخ، وأصبح بيطلع برضو مختلف الأنواع في الفكر والثقافة والعلم والأدب وكل شيء. أنا من قرية كوم الطويل، مركز بيلة، محافظة كفر الشيخ. نشأت في أسرة تعمل بالزراعة. خرجت مع الوالد للأرض، اتعاملنا مع المحاصيل، زرعنا في الأرض، اتعاملنا مع الماشية، مع الحيوانات الأليفة. كان في منتج جميل من باطن الأرض عن طريق الثمار والمحاصيل، وكان في منتج جميل يمشي على الأرض اللي هو الحيوانات الأليفة اللي هي كانت موجودة وبتملى البيت خير ولبن. يعني أنا شايف إن الزراعة كافية وكفيلة إن هي تعمل نوع من الأمان الاقتصادي لكل بيت بيعمل بالزراعة. الموضوع ده عمل لي نوع من الاستقرار النفسي، وعمل لي نوع من الثبات الانفعالي، وأصبحت عايز أعمل زي الشجرة، يبقى جذرها في الأرض وأصلها وفرعها في السماء. فبفضل الله طبعا الأسرة اهتمت بتعليمي واهتمت بتكويني، وبفضل الله عز وجل حصلت على درجات متميزة في الثانوية العامة ودخلت كلية الطب. بفضل الله عز وجل حفظت جزء كبير من القرآن، وكنت حريص وانا في الثانويه العامه على اني اتعلم تجويد القران، والحمد لله جودت بدرجه كبيره. يعني ما اقدرش اقول لك ان انا معايا مثلا اجازه من احد الشيوخ او ما الى ذلك، ولكن على قدي مع الناس اللي حواليا في المسجد، مع امام المسجد اللي موجود. اتعلمت، حاولت بعد كل يوم في صلاه العصر اقرا جزء من القران، وهو يصلح لي ويعلمني التجويد. كنا في الثانويه العامه وسمعت عن الشعر الجاهلي ودرسناه، وكنت حابب قوة هؤلاء في اللغة العربية. الشعر الجاهلي أنا شايف إن هو الموسيقى بتاعته رقم واحد، لو قرأته فقط لتسمع الموسيقى اللي فيه هتلاقي نفسك مستمتع كأن في عود بيعزف أو كمانجا أو ما إلى ذلك، حتى لو لم تفهم الكلام الذي فيه. فلذلك لما ربنا أكرمني واتخرجت من كلية الطب، أصبحت بقسم وقتي بين دراسة الطب وبين حبي للشعر، وانكبيت على المعلقات السبع. وكان في واحد زميل بس كان في كلية دار علوم عمل لي فضل أو معروف أظنه، يعني جزاه الله خير لغاية دلوقتي، إن هو أعطاني كتاب عيون الشعر العربي المعلقات السبع، وتقريبا حفظت ما لا يقل عن 70-80% من هذا الديوان. وحفظت معلقة امرؤ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، لما نسجتها من جنوب وشمال، ترى بعر الآرام في عرصاتها، وقيعانها كأنه حب فلفل، كأني غداة البين يوم تحملوا، لدى سمرات الحي ناقف حنظلي، وقوفا بها صحبي علي مطيهم، يقولون لا تهلك أسا وتجملي، وليل كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه، وأردف أعجازا وناء بكلكل، ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي، بصبح وما الإصباح منك بأمثلي، وقد أغتدي والطير في وكناتها، بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا، كجلمود صخر حطه السيل من عدن. أنا شايف إن التراب اللي حضرتك تمشي عليه، الأرض اللي أنت بتزرعها، الجذور
الأصول اللي أنت طالع منها، كل دي الأهل، الأحباب، حتى الحيطان، حتى الأشجار بتعمل معاها ذكرى. كل ده بيحيطك ويعمك بالحنان والأمان. حبي للموطن اللي أنا فيه ينبع من حب البلدي اللي هي الموطن الأكبر، من انتمائي لهذا البلد. عذابك في بلدك حتى لو كانت جذورك تعبانة تحت، إلا إن ده برضو بيطلع لك قوة داخلية تقدر من خلالها تتحرك، تنتج، تبدع، تعمل منتج في أي مجال. الخير أصله الأرض، والخير أصله الأهل، والخير أصله النبات اللي حوالينا كله. لكن من غير الأصل ده والله لن تستمتع بشيء. أهلك وإن قاسوا عليك إلا إنهم أحن خلق الله عليك. بلدك ولا أرضك وإن قست أحيانا إلا إن هي في الآخر قسوة أم بابنها حبيبها اللي عايزاه يطلع راجل، بتقسى عليه عشان يطلع راجل، يقدر ما يتكسرش، يطلع ما يبقاش ضعيف، ما يبقاش هزيل. مفيش قوة في الكون تقدر تكسره أو تقدر تعمل له انهزام. يا ريت أنشئ مجتمع أو أوجد أبنائي أو أربيهم في مجتمع يكون مشابه للي أنا كنت فيه. إحساسك بالبراح، إحساسك بالارتياح، الاتزان النفسي، عدم تأثرك بضغوط خارجية حواليك. المدينة فيها جمال شديد وفيها أضواء وفيها أشياء كثيرة، ولكن فيها عيوب. عيوب المادية البحتة، عيوب الحيطان، عيوب الأضواء، عيوب بكم. خد حضرتك، أنا واحد زميلي زمان قال لي الشجرة اللي تحت البيت ديت تساوي 1,000,000 جنيه، والقعدة اللي جنبها تساوي 1,000,000 جنيه. قلت له أنت عملت 2 مليون وأنت قاعد. هو صدق في هذا الكلام. لو إن ابني حس بقيمة الحياة وما تأثرش بمادية المدينة، فيبقى أنا وصلت الأحسن لنجاح في تربيته. أحب أربي ولادي على حب البلد قبل كل حاجة، على الانتماء أيا كان مجال عملهم. اللي عايز يبقى طبيب يبقى طبيب، اللي عايز يبقى شاعر يبقى شاعر، اللي عايز يبقى أديب يبقى أديب، أي شيء بس يبقى بشرط مبدع في الشيء اللي هو فيه. وبرضه في الأول والآخر يعرف إن الدنيا برضه يخاف من ربنا برضه في الأول والآخر، عشان يبقى عنده ضوابط وضمير يحركه. الضمير مش هيخليك تعمل غلط، ولو عملته مرة هتندم عليه وهتعترف قدام نفسك بهذا الغلط ومش هتكرره، وهيخليك ماشي مستقيم بقدر المستطاع. كلنا بشر وكلنا عندنا أخطاء، ولكن هيخليك ماشي إلى حد ما بتحاسب نفسك وتوصل نفسك لبر الأمان.